السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا وجبة توفير. معانا بصل وطماطم، دي كان طلبات الولاد كانوا جايبينها لي، وزيت وسمنة وبيض وعدس اصفر. ومعانا خلاط بكبة جديد، ده هنعمل عنه ريفيو لوحده كده في فيديو لوحده. هو لسه جاي جديد، فاحنا هنعمل ليه فيديو لوحده وهنتكلم عنه ونشوف امكانياته، هكون جربته كمان واقول رأيي فيه. لكن احنا معانا بقى ايه؟ بيض والحاجات دي كلها. مبدئيا الفيديو ده والله وحياة ربنا انا مش عارفة بصراحة يعني ايه انا عملته ازاي. معانا رز ومعانا بطاطس وكده. مبدئيا انا بصراحة من ساعة ما قمت وانا حاسة ان انا مش مظبوطة، وحاسة ان انا ايه، عمالة ادوخ، عمالة اعرق، عمالة ريقي ناشف جدا جدا. عمالة اعصابي بتترعش، ايدي بتترعش، فحاسة ان في حاجة مش مظبوطة. آه، طبعا معانا حلة على النار وفيها 3 بصلات، والبصل ده هناخد منه جزء لحاجة تانية. المهم إيه، ان انا طبعا واقفة بعمل الاكل ده وانا مش حرفيا يعني ايه اللي هو شايفة كل حاجة تغشوش كده، مش عارفة ومش مركزة، وكانت حالتي صعبة جدا جدا جدا. مهم برضو كنت فضلت شوية قاعدة في السرير قبل ما اقوم اصلا اعمل الاكل ولا اي حاجة. وبعدين قلت لا يا بنتي، ايه، قومي تشجعي وايه واعملي اكل وايه عشان خاطر الولاد وكده. بس يعني طبعا اخترت حاجة ايه سهلة وموفرة في نفس الوقت. المهم طبعا ان انا ابتديت ان انا ايه خلاص خلصت البصل. عايزه اقول لكم برضو ان انا حرفيا بعد ما وقفت شويه اللي انا خرطت فيهم البصل، حقيقي حقيقي قعدت، وبعد كده آه كملت. يعني بقيت عماله كل ما اعمل بين حاجه وحاجه اقعد استريح شويه واكمل، حاسه بحاجه غير مظبوطه. المهم ان انا خدت من البصل اللي انا خرطته معلقه او معلقه وحبه كده من ايه من البصل اللي احنا مخرطاه، وقسمته على ايه على 2. البصل ده احنا هنحط معاه توم، تمام كده. والبصل ده احنا كمان هنحط معاه زيت. هنا بقى كنت ايه الحله سخنت وحطيت الزيت. والمهم ايه، غسلت العدس وغسلت الرز. حطيت العدس عشان يدي لون للرز الاول. طبعا اكيد ممكن تكونوا استنتجتوا انا هعمل ايه. عملت كشري اسكندراني او كشري بعدس اصفر، تمام كده. شوحت العدس الاصفر ونزلت ايه بنص كيلو رز. دول اقل من نص كيلو عدس، لاني انا كان عندي نص كيلو، اخدت سبت منه حبة حوالي نص كوباية للفول اللي انا بدمسه، وعملت الباقي، ودول نص كيلو رز بالظبط كده. المهم ان احنا طبعا هنحط شوية ملح وشوية ايه كمون، وهنسقيها اقل من الرز العادي، لانه هو ما بياخدش مية وما بياخدش سوا. يعني ممكن في لحظة لو المية زادت هفوة تلقوه عجن منكم، فلا هنحط المية اقل. ولو لقيناه ني سنة هنحط ايه بالشقشاق مية كده، انتوا فاهميني. طبعا حطيت شوية الملح وشوية الكمون. هبتدي ان انا ايه انزل عليهم بكمية المية بتاعت الحاجة.
بص هو تقريبا اللي هو ايه يعني ما كنتش مركزة لدرجة ان انا ايه في حاجات يعني ايه حصلت اول مرة تحصل. طبعا هنا جبت البصلة وشوية زيت، هتشوفوا ايه اللي حصل في البصلة دي ولحقناها الحمد لله. والمفروض ان الرز على النار، هتشوفوه دلوقتي. المهم ان انا جيت اعصر القوطة اضربها في الكبة اللي كانت موجودة عندي، الكبة حلفت راسها والف سيف ما هي شغالة. بصوا هنا يعني اللي هو كان مظبوط طبعا، واللي هو ايه سبته يتشقشق سيكة علشان خاطر ايه اوطي عليه. هنا البصلة كانت هتتحرق لان انا يعني انشغلت جامد جدا مع الكبة، لولا ان انا حطيت عليها معلقة التوم عشان توقف طبعا توقف السخونية بتاعة البصل، عشان ما طبعا ما تغمقش اكتر من كده. طبعا حاولت بكل الطرق ان الكبة تشتغل، ما رضيتش تشتغل، مش عارفة كان فيها ايه مشكلتها اصلا، انا مش عارفة. المهم ان انا رحت طلعت الشفشق بتاع الخلاط الجديد، عملت فيه الطماطم وايه وخلاص كان لازم يعني يطلع، لان انا الخلاط كمان بتاعي مش شغال. هنا هنحط شوية ملح وشوية كمون، عايزة تحطي شوية شطة مفيش مشكلة. اه انا كنت حاطة برضو شوية شطة. بس كده هنقلبهم وهنغطيها ونسيبها ان هي تتسبك مع نفسها. خلاص كده. هنا رحت اشوف الرز ووطيت عليه، وهنا كانت خلاص اتسبكت، فانا خلاص ايه هسيبها على كده وطفيت. المهم ان انا جبت دقيت تومه بفلفل احمر واخضر علشان خاطر هقطع جواهم طماطم، وكنت بحمر البطاطس وبسلق البيض، المفروض هدحرجه في السمنه. لحد هنا تمام، لحد هنا بقى الفيديو بالنسبه لي انا خلص، لاني لقيت نفسي خلاص ضغط وعماله انده على الولاد. والمهم ان انا يا دوبك بصي يعني انا يعني حطيت الحاجات على النار ووقفت بقى خرطت لسه هخرط الطماطم، وبعد كده الموضوع بالنسبه لي اخد شكل تاني وحاجه تانية تماما تماما تماما. وطبعا انا ما شجعش اي حد انه يخش المطبخ ويبقى مش مظبوط وفي عنده مشكله ويقف عادي يعمل اكل. اولا لو ما كانش زوجي والولاد في البيت لا قدر الله كان ممكن يحصل اي حاجه، بالذات ان انا ما حسيتش بنفسي بعد ما خرطت الطماطم، لان انا واقفه حقيقي بالعافيه، بس برضو واقفه وانا ايه يعني ايه مطمنه شويه ان انا واقفه وزوجي والولاد في قلب البيت. لكن لو لا قدر الله زوجي والولاد مش في قلب البيت واللي حصل ده حصل، كان ممكن طبعا الزيت على النار والبيضة على النار، والله اعلم كان ايه اللي حصل. اللي هو ضغطي وطي خالص، وما بقيت مش عارفه اتنفس، وكانت حالتي صعبه جدا، وحاسه ان انا كل حاجه سامعه الاصوات ومش شايفه حد قدامي. وطبعا يعني يعني ما رجحش ابدا ابدا ان ممكن حد يبقى تعبان ويخش يشغل بوتاجاز وي... ويبقى لوحده في قلب البيت. على الاقل يكون معاكي حد صاحي في قلب البيت. بس المهم ان انا خلصت الطماطم بقى وايه، والحمد لله على كده. طبعا ابني بقى وقف طلع البطاطس وايه ولقيته بيقول لي انا خلاص خدت لك صوره للاكل. بقول له الدنيا ضلمه ليه كده يا يا زياد؟ قال لي احمدي ربنا. مش تحمدي ربنا ان انا صورت لك صوره للاكل بعد ما خلص؟ بعد انا ما هو اللي غرفه بصراحه. بس وبعدين الولد قال لي ايه يا ريتك عامله حاجه تستاهل، ده انت عامله لنا عدس كشري بعدس اصفر. شفتوا الولاد مش عاجبهم بقى اي حاجه خلاص. او اقول له ايه مالك جايب من فوق قوي كده؟ مش تحمدي ربنا ان انا صورت لك الاكل؟ اقول له البيض ما تدحرجش، يقول لي دحرجيه في اي حته تانية.